تكونوا بخير. فلوج جديد. هو فلوج بسيط كده، يعني انا بتعمد ان انا الفيديوز بتاعتي ما تبقاش كبيرة وفي نفس الوقت تكون مسلية ومفيدة ليكم. بس صحابي اتصلوا بيا قالولي ان هما جايين، فقمت بقى حضرت لهم الفطار، بس معرفتش اصور الفطار كله لان هما كانوا جم، فملحقتش بصراحة اصور حاجات كتير، حتى الغدا ملحقتش ان انا اصوره، بس حاولت ان انا اصور لكم يعني على قد ما اقدر. بس فطرنا وكده، وصدفة ان عيد ميلاد صاحبتي كان النهاردة، فعملت لها كيكة كده سريعة. هي كيكة بتتعمل في الخلاط على طول، كله كده في الخلاط، بس بضرب الصوص الأول، بحط السكر والحليب والنسكافيه والزيت وبضربهم الأول، باخد منهم شوية بره عشان احطهم فوق الكيكة، هو ده والباقي حرفيا بسيبه أسرع وبضربه بقى مع جاتوه أو البيض أسرع والدقيق كيكة وباقي ممكن الحاجة. تاكلوها وطعمها بيبقى تحفة. بس هنا بقى أنا شلت الصوص اللي أنا هحطه من فوق، شيلته على جنب وحطيته في التلاجة. بعد كده بقى باقي الصوص سبته في الخلاط ونزلت عليه البيض والدقيق والبيكنج باودر، بس بضرب البيض الأول والبيكنج باودر، وبعد كده الدقيق بخلطه بيه كده، يعني مش بضربه في الخلاط الدقيق علشان ما يعملش عروق كده ويبقى زي العيش. يا اما لو عايزين تضربوه في الخلاط بس ما تضربوش كتير. بس ودخلتها الفرن، بس ولما طلعت بقى سبتها تبرد شوية ونزلت عليها بقى الصوص وزينتها. ايه كنت لسه هقولك ولا بتتاكل عادي سخنة؟ حلو. هنا بقى الدنيا كانت بدأت تتكركب. انا لما حد بيكون موجود ما بعرفش اعمل حاجة، عشان كده دايما بحب اعمل الحاجة قبل ما الناس تيجي، بس طبعا عشان انا ملحقتش وهم فاجئوني ان هم جايين، فملحقتش بصراحة اعمل حاجة. الراجل اتحرق. ايه ده، في ايه من تحت؟ طيب حضرتك هتخليها ذكرى فعلا. مش قادرة. بس اتغدينا بقى ونزلنا المول، كنا محتاجين حاجات اشتريناها. بس اليوم النهاردة كان لذيذ بصراحة جدا، اتبسطت وهما كمان اتبسطوا. بس رجعت بقى وقلت اشغل حاجة لموك عشان يتلهي عني شوية واشوف انا هعمل ايه. يعني هو بيبقى نايم طول اليوم، يجي وقت ما انا ابقى بعمل حاجة او كده ويجي يقعد يغلس عليا، بس لما بشغله على التلفزيون كرتون او حاجة خلاص بيندمج فيه.
مكنتش عارفة احطها فين، محسيتهاش لايقة في اي مكان بصراحة، مع انها حلوة بس مش عارفة، حاولت اجيبها كده مكانتش لايقة خالص في اي مكان. بس اخر حاجة بقى رسيت عليها ان هي تبقى على جنب واحط النوتة جنبها. بس وده كان فلوج النهاردة، يا رب تكونوا استمتعتوا بيه واتبسطتوا منه، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. باي.